انا قلت ما يصحش ابقى من المنصوره وما اعملكوش الكوبيبه الغمراوي اللي اساسها ومنشأها 100 غمر. الكوبيبه الغمراوي دي اكله حلوه قوي وموفره جدا، باقل كميه لحمه هتعمليها حقيقي. اللي ما جربهاش فايته كتير. هسمي الله وهجيب معاه الرز مغسول ومتنشف كويس جدا، وهضربه كده في المطحنه. مش لازم في المرحله دي دلوقتي انعمه قوي اخليه بودره، بس ضروري ان انا اطحنه. وجبت معايا بصلايه وثلاث فصوص توم وكوبايه خضره مليانه كده شبت وكزبره وبقدونس. ضربت الكلام ده كله من غير ما اعصره، وجبت معايا تلت كيلو من اللحمه، وحطيت عليه معلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره بهارات، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره ناشفه، وربع معلقه صغيره بيكنج صودا. ضربت اللحمه كده كويس جدا لحد ما عملت معايا كده الخيوط اللي انتوا شايفينها دي، ونعمت كده كويس معايا، سمغت يعني. وبعد كده ضفت عليها الرز، وضربت بقى الرز في المرحله دي مع اللحمه كويس جدا. شايفين بعد كده دهنت ايدي زيت وعجنتها بايدي كويس جدا. الكوبيبه الغمراوي دي بعض الناس بيعملوا ايه، بيحط ضعف كميه اللحمه رز. يعني مثلا عاملينها بربع كيلو لحمه يحطوا نص كيلو رز، وفي ناس بتعملها بتحطوا قد كميه اللحمه رز. انا بقى من الناس دي بحط قد كميه اللحمه رز او اقل شويه. يعني انا النهارده استخدمت تلت كيلو لحمه، حطيت عليه تلت كيلو رز او اقل شويه. تلت كيلو رز يعني كوبايتين الا تلت، انا حطيت على التلت كيلو لحمه كوبايه ونص رز، يعني اقل من التلت، حاجه بسيطه. وكورتها كده وبططتها. مهم اول حاجه اللي انت بتحطي فيها يكون فيها زيت، وحطيت عليها لتر شوربه، عليه مكعب مرقه ومعلقتين كبار مليانين صلصه. حطيت الشوربه طبعا كانت سخنه جدا، ورصيتها كده زي الورده. شايفين ما شاء الله، ولا لزقت ولا اي حاجه خالص، ولا رز طلع بره ولا فكت ولا اي حاجه خالص، ما شاء الله روعه. بتقعد بالظبط على النار 25 دقيقه، يعني 25 دقيقه تطفي عليها وانت مغمضه، 10 دقايق على نار عاليه، وربع ساعه على نار هاديه وسط. شايفين ما شاء الله رمت كمية كبيرة جدا، وحقيقي طعمها روعة، والصوص اللي بيطلع منها ده تحفة. يعني بصي بتلت كيلو لحمة عملت كمية مهولة وما شاء الله، وطعمها فظيع. اللي ما جربهاش يجربها، واللي جربها يقول لي بيعملها ازاي. وصفة حلوة قوي فعلا، تستحق التجربة وموفرة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات بعد كل فيديو.